مساء الخير على كل متابعيني في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا؟ لو انت اول مره بتتابعوني يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلكم كل وصفاتي، وما تبخلوش عليا بلايكاتكم ولا كومنتاتكم الحلوه. ودلوقتي بقى النهارده تاني يوم من الاسبوع المصيف، يعني ده كان تاني يوم. طبعا نزلت لكم الفيديو اللي فات اللي هو اول ما نزلت من محطه القطر، وحد ما وصلت عند اختي ودخلت الشقه ووريتكم الحاجات دي كلها. ده بقى كان تاني يوم. عايزه اقول لكم كان يوم ممتع وجميل، وقضينا فعلا يوم كان جميل جدا. اول حاجه كده بدأنا بقى بنزول البحر. الكلام ده كان حوالي الساعة 6 الصبح. قمنا كده من النوم بدري علشان نقعد على البحر كده ونستمتع بالبحر وجمال البحر وهوا البحر الجميل المنعش. والمية كانت رايقة وكانت جميلة وكانت حلوة جدا، والكل كان مبسوط هناك زي ما انتم شايفين كده، الأطفال والبنات. وبجد بجد يعني متعة جدا البحر ده بجماله وبحلاوته وبروعته. انا بقى طبعا ما بحبش يعني احب اقعد على البحر كده اتفرج على جماله وروعته، ما احبش ان انا انزل فيه. ولادي بقى كانوا نزلوا كده بقى، نزلوا في البحر بقى وقعدوا براحتهم، وانا قعدت بقى ايه اصور كده الشط كده، واصور الناس الحلوه الجميله اللي عليه دي والاطفال الجميله الحلوه ديت. وطبعا انا كنت قاعده لهم بقى ماسكه لهم الحاجه وسبتهم، قلت لهم انزلوا براحتكم. ودلوقتي بقى عايزه اقول لكم بقى ان احنا نزلنا من الساعه، احسن وقت تنزلوا فيه البحر من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 10. أول ما الشمس تبدأ بقى تحمى كده وتلاقي الشمس بقت حامية، نطلع بقى على طول. والوقت التاني اللي هو من الساعة 4 العصر تقعدي بقى لحد طول الليل. بقى عايزه اقول لكم ان طول الليل الناس سهرانه على البحر يا جماعه، وبيبقى فيه كمان كافيتيريا كده فيها اغاني. ويعني بجد الناس بتبقى هناك زهقانه كده من الحر بقى، وقاعدين طول الليل على البحر، وجمال البحر ما بيسيبوش خالص طول الليل. عايزه اقول لكم بجد بجد شقك منها قريبه على البحر. انا بقى في البلكونه بشوف الناس ديت، وطبعا انا كنت بصور لكم بقى بتاع اللي هو بياع الهدوم ده بيبيع، وطبعا في بتاع الفريسكا وفيها بياعين تانيين بيجوا. يعني طبعا كلنا عارفين بقى الشط ده بيبقى روعة من كل حاجة. فبجد بجد كانت ايام حلوه. بعد كده بقى خدنا بعضنا ورحنا الشقه. قلنا بقى نشطف كده من الرمل ونرتاح شويه. وبعد كده بقى رحنا الكافيه، رحنا بقى المطعم الجميل التحفه ده، مطعم ابو راويه. وطلبنا بقى غدا عشان طبعا كنا متنا من الجوع بقى، فقلنا نطلب بقى غدا كده ايه حلو نفطر بيه، نتغدى بيه. فطبعا احنا كنا طالبين بقى فراخ مشويه وسلطات سلطات بقى بابا غنوج، على سلطة طحينة، على سلطة حمص، على مشروع بتاع ده شوربة. والفراخ طبعا ده كله كان منزل لنا بقى الشوربة ومنزل لنا السلطات ومنزل لنا الرز. وكنا مستنيين الفراخ، والبيضة ديت شوربة كريمة معمولة كده بالفراخ والمشروم. عايزة اقول لكم المكان تحفة وجميل زي ما انتم شفتوه كده وحلو جدا. وطبعا هو مشهور، هو في اول عند العروسة كده في الهانوفيل. بعد كده بقى شربنا الشاي الجميل اللي بالنعناع الحلو الروعة ده. عايزه اقول لكم كان بجد يوم تحفه. بعد كده بعد ما شربنا الشاي بقى واتغدينا خدنا بعضنا وخرجنا رحنا الكافيه. عيالي بقى قعدوا يلعبوا بلاي ستيشن، وقاعدين بقى الكافيهات ديت على البحر زي ما قلت لكم كده. الناس بتنها سهرانه عليها طول الليل يا جماعه. فلو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.